السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا وحشتوني كتير جدا من الحلقة اللي فاتت. ويلا بينا نشوف حلقتنا المرة دي بتحكي عن ايه وايه اللي هيحصل فيها. بس قبل ما نشوف حلقتنا بتحكي عن ايه متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. ويلا بينا نشوف الرواية دي ايه اللي هيحصل فيها. سيرين ابتسمت ابتسامة هادية وقالت له طيب يا مراد انا استأذنك بقى. انا خلاص كده خلصت انا هدخل. اه تمام. طب انا جاي معاك يلا انا كده كده كنت رايح. فعلا وصلوا عند القصر. واول ما وصلوا كان في اصوات دوشة كتير. لكن كان في صوت سيرين كانت اول مرة تسمعه من ساعة ما دخلت القصر. قربت من صوت الدوشة والواضح كده ان هو كانوا بيستقبلوا حد. اول ما دخلت اتصدمت لما لقت جد بتقرب منها وبتحضنها جامد جدا لدرجة ان جسمها وجعها. ايه يا حبيبتي؟ يا انا جايه مخصوص عشانك. ده انا هقعد معاكم يومين كاملين. والله. تعالي في حضني يا بنت الجزمه، كل ده بندور عليكي؟ ده انا تعبت، ده احنا خلاص طلع روحنا، احنا كنا فكناكي موتي. حبيبتي حبيبتي حبيبتي. كانت بتبوسها وتحضنها جامد وفي نفس الوقت كانت بتشتمها وهي بتحضنها. كانت بتعمل حاجات غريبة. سيرين كانت أول مرة تشوفها في حياتها. سيرين زقتها وهي بتقولها ثانية أفهم بس ومين حضرتك؟ الجد قال وهو بيقرب من سيرين دي تبقى أختي، يعني ملخص الكلام هي تبقى أختي. أختك؟ لا والله أنت بتتكلم بجد دي أختك؟ حضنتها البنت. حضنتها الجدة وهي بتقول أيوة يا حبيبتي أنا أخته، هاتي بوسة ده أنا جدتك وحشتيني قوي. زقتها تاني وهي بتقول لا لا أنت بتتكلم بجد دي أختك؟ أختي. في حاجة يا سرين؟ لا مفيش، ده احنا هنشوف أيام زي العسل. وبعد مرور من الوقت كانوا كلهم قاعدين مع الجدة وهما بيستقبلوها لحد ما قرب منها عماد وهو بيسلم عليها بابتسامة خفيفة وبيرحب بيها. قالت له حبيبي، عارف برغم يد ان انا ما بشوفش منك غلطة بس مش مرتاحاك، حاساك حربية وبتتخابس كده. بطل خبز واسترجل كده ياد شوية. استرجل ها استرجل وخليك راجل، عيب عليك ده انت راجل كبير. بص لها باستغراب هو مش فاهم ولا كلمة من اللي هي بتقوله. لكن بص لعمران اللي قاله ان هو يهودها وخلاص، هي ست كبيرة في الاول وفي الاخر. كانت طبعا الجدة قاعدة وسطهم وعمالة تتكلم على الفاضي وعلى المليان. وكانت بتفضح في عمران اللي كان واقف محرج جدا من اللي هي كانت بتقوله عليه. كانت بتحكي عن مغامراتهم الطفولية اللي كانت لذيذة جدا. سيرين كانت مستمتعة جامد جدا واستعدتها معاها. خديجة كانت هتطلع لكن الجدة أصرت إن هي تفضل قاعدة. ده انتوا ما تعرفوش حاجة، ده انا على ايامكم كده كان عليا وسط ولا وسط البلد. ربنا يزود من وسطاتك يا طنط بجد. طنط مين دي يا بت اللي يا رب يزود من وسطاتها؟ ما تلمي نفسك يا بت. وبعدين هي فين نورة؟ انا من ساعة ما جيت ولا مش شايفاها، يعني هي راحت فين يا عمران؟ ابدا يا بس الفترة اللي فاتت كانت نفسيتها تعبانة قوي فراحت الشاليه اللي في الساحل يعني. ايه ده شاليه اللي في الساحل ايه؟ والله انا اخر مزق من بنتك دي لحاجه اديها علقه. ايه ده ما كفايه دلع بقى، هتفضل تدلع لحد امتى؟ دي كبرت اهو بقت بغله، هتفضل تدلع امتى بقى؟ ايه يا رب جو الارهاق ده؟ بعد مرور من الوقت كان الكل دخل على غرفته الخاصة. وهي كمان الجدة كان في جناح خاص بيها دخلته. سيرين قعدت على السرير بإرهاق هي وخديجة. أنا مش مصدقة أي حاجة من اللي حصلت دي مبدئيا كده، ولا أنا كمان مصدقة أي حاجة من اللي حصلت. بعدين هنفضل نتعرف على عيلتك كل يوم؟ ما نعرفها في دقة واحدة وخلاص. وبعدين هنفضل نتعرف على عيلتك كل يوم؟ ما عرفناهم دقة واحدة وخلاص بقى. ما اعرفش هنفضل نتعرف عليهم لحد امتى. بس عارفة والله دمها خفيف جدا. بس عارفة والله دمها خفيف جدا. اه ربنا يستر لحسن ده احنا شكلنا داخلين على ايام خزعبليه. وانا اللي عايز اوقع الواد. اوقع ايه؟ ولا ايه؟ عندي عماد اللي كان واقف وبيحاول ان هو يرن على نورة. رن عليها رنات كتير. فريدة كانت قاعدة في الغرفة وهي بتقول ايه يا بابا ما تسيبها يا بابا، هي مش رايحة تريح دماغها شوية؟ ما تسيبها تريح دماغها ازاي؟ انت مستوعبة دي جدتها جت لازم تقعد معاها، انا مش هقدر اقعد مع جدتها دي، لازم هي تيجي وتشوف الدنيا هتمشي ازاي. لا لا انا عيلتك دي مش بقدر استحملها. والله يا بابا انت بتعمل حاجات بتخليني انا مش فاهماك ولا فاهمه بتفكر ازاي. ايا كان يلا. سابته وهي ومشيت. هو كان بيحاول ان هو يرن على نورة تاني. عند نورة اللي كانت قاعدة في الفيلا وكانت قاعدة قدام البسين ولابسة نضارة الشمس وبتستمتع بالأجواء الدافية والمناظر الطبيعية لحد ما قطعها رنة الموبايل اللي كان بيرن باستمرار. فتحت الموبايل واندهشت لما لقت رنين كتير جدا من ساعة ما هي تقريبا جت هنا.
وكلها كانت من عماد. أخيرا ردت على عماد. هو قال لها بقولك اللي اسمها جدتك دي جت، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه في ايه؟ ما تسيبها تيجي براحتها. هو انت نسيت سيرين ولا ايه؟ اه طبعا سيرين هتفضل قاعدة معاه. لا، انا الاحسن ان انا هفضل قاعدة هنا احسن من إن افضل قاعدة معاه. اه دي فظيعة، انا مش بقدر استحمل كلامها. بجد مش مصدقة ان هي دي تبقى اخت بابي. بقولك ايه يا نورة، ما انت لازم تيجي، انا مش عارف اتصرف معاهم. بقولك ايه، ما تسترجل بقى شوية واعرف اتصرف كده. ايه، انت مسؤول دلوقتي عن بنتك. يا اخي انا بقولك اتولى مسؤولية صغيرة جدا، اعمل اي حاجة بقى في حياتك. ومع ذلك من بكرة ان شاء الله هكون موجودة. ارتحت كده؟ ده ايه القرف ده؟ قفلت في وشه. هو بص رقمها بعد ما قفلت في وشه وبلع ريقه، لكن اندهش واتخض لما سمع اصوات طلق نار. نزلوا كلهم. خديجة حرفيا كانت مرعوبة، اما عن سيرين فكانت هي كمان خايفة جامد جدا. كانوا مستخبيين تحت الكنبة وكانوا بيراقبوا عائلة العزباوي. الجد اللي كان عمران وعمار ومراد خرجوا من القصر وهما ماسكين أسلحة وبيطلقوا النار. إما عن الجدة اللي كانت بقى أبهرت الكل. طلعت سلاح من غرفة، كانت خارجة بسلاح وكانت واقفة في زاوية معينة وهي بتوطي، وكانت بتطلق النار بطريقة محترفة شديدة ولا كأنها خبرة. وكان في إطلاق نار شديد. عائلة العزباوي كانت قوية جدا، والعصابة اللي كانت بتضربها كانوا برضو أقوياء، فكانت كده دي جي بري ماكس. بسم الله ما شاء الله، ده انتوا عيلة لا حول ولا قوة إلا بالله منكم بجد. وبعد مرور من الوقت العصابة انسحبت بهدوء. كان الكل قاعد ومتجمع وهما بيفكروا هيعملوا ايه في النصيبة اللي هما كانوا فيها. يعني مين الناس دول اللي جم اطلقوا عليهم النار بدون اي مبررات؟ اكيد دول يبقوا من اعداء عائلة العزباوي، بس هما مين بالظبط؟ لكن هما يعرفون ان هما شكلهم اقوياء جدا. هما اول مرة يبقى عندهم عدو بالقوة دي كلها. سيرين اللي كانت قاعدة هي وخديجة منبهرين أول مرة يشوفوا الأكشنات دي، لكن سيرين كانت مبسوطة. أما عن خديجة فكانت هتعملها على روح من التوتر. سيرين قربت من الجد وقالت هو انت ازاي عملت الحاجات دي كلها؟ لا لا، انت لازم تقولي لي. لا يا بنت مسكني، ما تكسفنيش بقى. مش بحب اتكلم عن انجازاتي العظيمه، ما تخلينيش كده اتغرف نفسي. رجعتيني الايام الشقاوه والله. بس اسمعي يا بنت، حاسك فيك حاجة مش سالكة وانا بقى هعرفها عاجلا او اجلا. سيرين بصت لها برفعت حاجة مش سالكة ازاي يعني؟ المهم خلينا في موضوعنا المهم. هما ايه المغامرة اللي حصلت دي؟ انا مش مصدق عيوني لحد دلوقتي. طب هو احنا كده في خطر؟ يعني انا ممكن العصابة تخطفني اي حاجة من الحوارات دي؟ لا، ما انا لازم اعرف برضه. بصي ايا كان اللي هيخطفني ده، لو زعيم مافيا فانا موافقة وش، لكن غير كده سوري. او اكبر شوية، الخمسينات خلاص ما ينفعش. اربعينات كويس، لكن خمسينات لا. بقولك يا بت، انت بتنقي طباعة ولا ايه؟ انا بتكلم في موضوع تاني، موضوع السلكان بتاعي ده. عايزاكي تبقي سالكة كده. هو في ايه يا جد؟ انت لسه عارفاني من 5 دقايق، ما كملناش 5 دقايق اصلا. هعرف يا حبيبتي، انا بعرف كل حاجه من نظره واحده بس. سامعه ولا مش سامعه؟ خلاص سامعه تمام. لما نشوف بقى اللي انت بتعرفيه في نظره واحده بس. هو احنا بنتكلم في ايه ولا في ايه؟ انتوا بجد حوارات مش بتخلص. الله يخرب بيت اللي يفكر ان هو يتعامل مع صنفكوا ده. بجد صنف نسائي دلوعه. الجدة وقفت وحطت ايديها في وسطها ورفعت له حاجبها. الجد قرر ان هو يمشي بهدوء وينسحب احسن، عشان هي مش هتسكت. والراجل يعني اللي فيه مكفيه.